الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دير يزخلتنا خطاب عمر صحابي شؤول شلا إياكم والبطنة وريض الشاء واسترخ قيد اللرخ دق دوش دقش لرخ لرلولش فإنها مكسلة عن الصلاة لا مزخ حوجك آدو يشم دهونيز هواستر أحقي اللر مفسدة للجسم حديغا ودهونيز مؤدية إلى السقم سمجا قوشي أقريدك شم دهونيز. وعليكم بالقصد في قوتكم شيء دوشنقاح شيء ياما يعرح دازوتو شخلش فهو أبعد من الصرف. إسراف ترجينا دوشنيز إسراف درخ جينم دوشنيز غاح يا أمي أشخلر. وأصح للبدن حديغا حموكش اللي ديكي دهونيز. وأقوى على العبادة عبادته شو خلرن هما دهونيز عبادته حوستنا والشا حديغا حشورت والشا أقا خلشلا قيلن حغيل خلشي حوغو خيروهون وديك لا تروهون عبادته ديك خيروهون. وإن العبد لن يهلك لي هلك خروات هنا حتى يؤثر شهوته على بدنه شيء ديغ مرزونش لا مش حلق باخلط ديغ مرزونش ديغ لا مش حلق بوخش يملو هلك خروان إذا ذاق زويرون إذا ديغ لا مش مرزونش يق يا أم خلتعا ديغ شهوتش ديغ مرزونش حلق تيتول ويشتق هلك خرو بوردويز. قال القاضي عياد قاضي عياد سأل ديلريز خلتن لم تزل العرب والحكماء عرب وهي حقل درش بالناخة تتمادع بقلة الغذاء والنوم وتذم بكثرتهما ووشلاحا خاست وشبر حيقل درش بالناخة عربوية نبك ازجي شوقة يامك ازجي شوق اشي دق ديش ورشوستك اشي سيساز ورسال وحق ورسالش يعني ديك تسوي ترتابش. قال سلمة بن سعيد كان سلمس اللقى كان الرجل لا يعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله ونخ يحيي الورش درا قيل لرا الدق يامي وشو قل اشورت خلرا تو لا توشدلشتل قنية ترى إذا تو قيلش يحيي دورتان تان خيناح يحيي ديشترا تق قلتيج تنق بيحك بوقشة تنق يحيى مولور ردر أتكبر. قال مالك بن دينار سألق ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. تنبرش دا ترقى مؤمن استغنى تنا شيقية كورت عالشو خلرة تنبرش دا ترتنس إشت تنبرش دا تحونا بوصل بستغنت أحا شي ديغ لأمشا ديغ حلق باغر إذا تنبولش باسا داسرون بوصل بستغن. قال محمد بن واسع سأل ديلريز خلتن من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورقى يا أم يا أرشيك إزق دول شغل استق إميل والحا شاقيتش خل إذا قنق قيتا لوتنغا قيقنا خل إذا كيد مرزي خل إذا دق كيد دول شغل إذا. وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبه عن كثير مما يريد. دق يا أم يا أروى جيل روى دق دوش دقش خل روى يدقش ورقة شين لقش دوشتو دق منخ يغويتيز العشي آدو يتو دقش منخ. قال أبو حامد الغزالي سألق دال قنايتهم بويلتنخ. ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة. دق يا أم يا أرح تخ يا أم يا أرجحها يوخ وانت حقينا سيسا زيرشا يوخ داغدو. أولها تردحن نجهدو أن يذهب خوف الله من قلبه. دق يا أم يا أروى دق تخ يا أم يا أروى ديلخ قيرر تعدوق دقشور شازلونيكا أن يذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع. خلق أدمخ أخي تردع وقتوا دقشر هند ألشي تنا ميتو مل والستقى مل درشت الأدم شاسن دائما دزدو. قزلونك أنه يثقل عن الطاعة دل متأخلرخ آدو ييتوا دل متأخلرخ دل عبادة ترغ يهويتوا آدو ييتوا. دي أزلونك أنه إذا سمع كلام الحكمة
تحكمة يدولش دول ديك دولش دول قمل خجشي لا يجد له رقة تنا تكر دوت قميلها أقا قادلك إيد مرزلا تكر دوتن قم خيتم بحت تنجح دك شو دعبيت تنيز إيد مرزل تخول تنجح دوك إيد تخول تن دير خير دعبيت تن تشور خيوز دونيجا أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس إذا تحيغا بهوتج تحا حكمة يدرستل قمل دهوتج ناغنا نحقيتوا ديل خيرر ديت والجي خزهما ديل الدنغلات يوم ديت والجي نير دقنشو تدوجيز نير دقنشو تدوجيز ناغن أسر تيوتو يلغوز لغنقا أن يهيج فيه الأمراض تديرشو دقو تمغرش متيوتو تديغا هيوشلو دقو تمغرش متيوتو دقو تمغرش ليحيوتو سيل آخر وجه الله دالا خيرين شيرخ الشيخ خيرين شيرخ داير الله أقا مصو هما الشي بار محدوق وينا دالا تديل إلشنا واحد لنا الله دال إيمان يعني استويل وياه الله دالا تو إلشنا عليه الصلاة والسلام تصحابشنا أقا ديكشنا عنا تحدازر وينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.